والساعة يا أخوانا شهيد عليه. الساعة إما لك وإما عليك. في ساعة يعصي الإنسان ربه يحاسب عن هذا الذنب ويكون الوقت شهيدا عليه يوم القيامة. ساعة أخرى جلس الإنسان بينه وبين ربه تكون شهيدا له. رجلا آخر يعني نقول كثيرا يأتي المساء وينقسم العباد إلى عدة أقسام. الليل وما أدراكم ما الليل. في الليل الرجل الذي يريد الطاعة أنسب وقت له الليل، وكذلك العاصي أنسب وقت له الليل. الليل يأتي بالظلام معه السكون ومعه الهدوء. اللي عايز يقيم الليل، اللي عايز يتقرب من ربنا، الليل مهيأ للطاعة، فيه سكون وهدوء. فلذلك احنا قلنا كثيرا اللي عايز حاجة من ربنا في جوف الليل، في سكون الليل، وبالأسحار هم. كلنا يحفظ هذه الآية، يعني بالليل بيستغفرون ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك بعض الناس تظن أن قيام الليل صلاة فقط. بعض الناس يظن ذلك، وتلاقي بقى جاي من شغله والله أنا كنت عايز أقوم أصلي لله ركعتين بس تعبان. أقول إزاي وأركع وأسجد وأنا تعبان؟ تقدر تقرأ القرآن وهذا قيام الليل، تقدر تذكر ربنا وهذا قيام الليل، تقدر تتقرب إلى الله بكل ما أوتيت من قوة وهذا قيام لليل. ليه يا إخوانا؟ اللي عايز يبقى في طاعة الليل مناسب ليه. وأهل العصاة اللي غرقان بقى في المحرمات واللي قلبه اسود من كتر المحرمات الليل مناسب ليه. إذا الإنسان كل وقت بيمر عليه سيحاسب على هذا الوقت أمام الله سبحانه وتعالى. فلذلك يا سيدي يعني إحنا بنشاهد أيام حر شوية وأيام يعني الحر فيها جد شوية، والناس حول العالم كله يعني يجدون حرارة مرتفعة شديدة. هل تذكر الرجل الذي يجلس تحت المروحة، لأن نقول تحت التكييف، الرجل الذي يجلس تحت المروحة، هل تذكر القبر؟ هل هناك في القبر مروحة؟ هل هناك في القبر أنيس؟ هل هناك في القبر حياة فيها رفاهية؟ يشتكي كلنا من الموت الفجأة، وأصبح الموت الفجأة كل بضعة أيام نرى شابا خرج إلى عمله وعاد إلى قبره، نرى آخر خرج ولم يعد إلى بيته مرة أخرى. كل بضعة أيام نسمع عن فلان مات وفلان مات وفلان مات. كفى بالموت واعظا، من لم يتعظ بالموت ما الذي يجعل العظة تدخل على قلبه؟ أنت الآن مخير تفعل ما تشاء وقتما تشاء. هل أديت ما عليك من حقوق؟ أسر مفككة بسبب بعدها عن الله سبحانه وتعالى، أولاد ضائعون بسبب بعد رب الأسرة عن الله سبحانه وتعالى. هل تذكر الرجل أن هناك امرأة تسمى بزوجته وأولاده سيحاسب عليهم أمام الله سبحانه وتعالى؟ هل تذكرت المرأة ذلك؟ هل أدينا ما علينا من حقوق؟ أم نحن في غفلة؟ يا سادة، كل إنسان يفعل ما يفعل سيحاسب عند الله سبحانه وتعالى. لو كان الموت آخر المطاف لاستراح الكثير. بعد الموت يا سادة تبدأ رحلة، إما رحلة صعبة وشديدة وإما رحلة راحة. لا أحدثكم عن عذاب القبر ولن أحدثكم عن النار،
بل سأحدثكم عن أمر فيه من عجب العجاب. 2 أصدقاء، واحد فيهم مات. لما مات بعد بضعة أشهر قال صاحبه في المنام: مرحبا يا صاحبي، أخبرني كيف فعل بك ربك. صلوا على رسول الله. ربنا عمل معك إيه؟ قال له: والله لقد وجدت الكثير والكثير، ده أنا كنت ماشي من ضمن الحاجات اللي ربنا حاسبني عليها. أنا كنت ماشي في أرض زراعية، والأرض مزروعة قمح، والأرض على اليمين مزروعة قمح، والأرض على اليسار مزروعة قمح. فرأيت في الطريق سنبلة، كلنا فلاحين وعارفين يعني إيه سنبلة. رأيت سنبلة فوضعتها عن يميني. لقيت سنبلة من القمح، مسكتها وحطيتها كده على القمح اللي في الأرض اللي من جهة الإيه؟ اليمين. فسألني ربي: وما الذي أدراك يا عبدي أن هذه السنبلة لصاحب اليمين؟ حضرتك سامع أنا بقول إيه كويس؟ لما مات قبل ما يموت كان ماشي في الطريق، فشاف سنبلة من القمح، فمسك هذه السنبلة وحطها على الجنب اليمين، وهذه السنبلة كانت ملكا لليسار، يعني أرض ودي سنبلة. مسك السنبلة بدل ما يسيبها مكانها، لا، حطها على اليمين دون التحري. لو سابها مكانها كان أفضل له بكثير. فلما مات ربنا بيسأله: ما الذي أدراك يا عبدي أن هذه السنبلة لصاحب اليمين؟ هنقف ونقول: أمال اللي بينزل أرض جاره بالليل ياخد من الزرع اللي يتم فيه؟ طب هنقف ونقول اللي بيختبئ كده بالليل وياخد من زرع الناس اللي هيتم معاه؟ ولا هنقول اللي ما يقدرش يتغدى الا من الزرع بدون علم صاحب الارض اللي يتم معاه؟ ده امور كبيره. ولا هنقول اللي اخته مات، اللي ابوه مات وحرم اخته من الميراث؟ ولا هنقول اللي بياكل اموال الناس؟ ولا هنقول اللي بيستحل الاموال؟ ولا هنقول اللي بيتزاكى على العباد وياكل اموالهم؟ ولا هنقول اللي ابوه مات ومكوش على الارض ومكوش على كل حاجه؟ هيقول ربنا. طيب احنا سمعنا قبل كده ان في زوجه نزلت مع زوجها الاب: يا من تاكل الاموال وتدخر الاموال الحرام من اجل زوجي ومن اجل اولادي، هل سمعنا يوما ان احدا ينزل القبر مع احد؟ ابنك هينزل معاك الاب، بنتك هتنزل معاك الاب. الاكل لو كنت من حرام الاكل نهايته ايه؟ الى بيت الخلاء. ذهب اثر الطعام وبكي اثر الذنب. فسحقا لكل لذة يليها حسرة وندامة. نعيش في هذه الحياة الدنيا وكلنا يعلم أن من عاش مات ومن مات فات. هل أحدنا عرض أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله؟ هذا سؤال ربما الإجابة ستكون غدا واضحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.